ما كنتش متخيله ان القرار هيبقى صعب كده، بس ما كنتش برضو متخيله اني هبقى مبسوطه قوي كده. يمكن ده اقصر طول انا وصلت له في حياتي. هستخدم منتجات جديده النهارده لاول مره، ده كمان من الفيديوهات اللي انا ما عملتهاش قبل كده. هستخدم الاثنين دول من فينتي، من اجدد الحاجات اللي نزلتها. عندي الكونسيلر بتاعها لسه ما فتحتوش، معرفش اي حاجه عنه. دي الباودر بتاعتها، هنجربهم النهارده وهنعمل وير تيست، يعني هنشوف خلال اليوم الدنيا عامله ازاي خصوصا للبشره الدهنيه. هنعمل ميك اب مع بعض، هنرغي مع بعض. قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت جديده ومش عندي في القناه، ما تنسيش تشتركي في القناه من سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو، وكمان تدوسي على علامه الجرس عشان تبقي اول حد يوصل له الاشعارات بالفيديوهات الجديده اول ما انزلها. ما تنسيش تدوسي لايك على الفيديو. وبس كده، يلا بينا نبتدي الفيديو. الكونسيلر بيقولوا عليه ان هو فول كفرج، فانا النهارده هحاول ان انا اخلي الكفرج بتاعتي عاليه شويه. وبما ان انا كمان هعمل تيست للباودر على البشره الدهنيه، فانا هحط برايمر بس على الناحيه اليمين من بشرتي عشان خاطر اشوف الباودر هتعمل ايه خلال اليوم. البرايمر اللي انا مستخدماه بتاع نيكس اللي اسمه انجل فيل، هحطه بس على الناحيه اليمين عشان خاطر اشوف الدهون هتعمل ايه فيها الباودر خلال اليوم. الفاونديشن اللي حابه استخدمه هو بتاع كفر جيرل، اتكلمت عليه كتير، اسمه اوت لاست ستاي فابولous. البنات اللي سالتني على درجتي جولدن تان في الفاونديشن ده. بما ان الفاونديشن ده مش فول كفرج، هو تقريبا ميديوم، فانا تقريبا احتمال هحط طبقتين منه. هحط الاول طبقه وادمجها واشوف اذا كنت هبقى محتاجه تاني ولا لا. تقريبا هحتاج طبقه تاني. قولولي بقى ايه اكتر حاجه مجنونه عملتيها في حياتك؟ يعني هل صحيتي يوم من الايام قلتي انا عايزه اقص شعري، هشيل شعري خالص؟ دي الطبقه الاولانيه من الفاونديشن. لو انا هنزل بس كده او هعمل ميك اب بسيط، انا مش هحط حاجه تاني. انا ببعد عند منطقه العينين لاني عايزه اشوف الكونسيلر هيداري قد ايه من الهالات. اوكي، خليني اعترف ان انا شكلي غريب، بس وقت الكونسيلر الدرجه اللي انا جبتها هي رقم 300. الكونسيلر ده منزلين منه 50 درجه. فانتي لما نزلت السوق قالت انا هكتسح الدنيا. مفيش كونسيلر موجود في اي ماركه دلوقتي فيها 50. حتى الفاونديشن كانوا منزلين 40 درجه، وكان بالنسبه لنا ساعتها اللي هو واو 40 درجه. دلوقتي زودوها بقوا 50. ده اسمه برو فلتر. بيقولوا بيعمل ايه الكونسيلر ده؟ بيقولوا عليه ان هو ما بيخططش، مش محتاج يتثبت، ثابت طول اليوم، الكفرج بتاعه عالي. من الاخر كونسيلر سحري. انا اول ما سمعت الحتتين دول ريانا زودتيها. ده شكل الكونسيلر من جوه، شكل الفاونديشن مفيهوش اي اختلاف خالص. العلبه الى حد ما شكلها لطيف. الكونسيلر ده حجمه 8 مللي، وده الحجم الستاندرد بالنسبه للكونسيلرز. مش بتكلم على تارت شيب تيب لان ده في حته تانية. اوكي، ده شكل الايدين من جوه، مشروطه من قدام من ورا، ايدي صغيره زي الكونسيلرز العاديه. اوكي، ريحته كونسيلر. احط زي ما بحط في العادي الكونسيلر، بما ان هما بيقولوا ان هو فول كفرج، فخليني اجربه. ده طبقه اولانيه منه. مبدئيا ده مش فول كفرج خالص. ريانا ام سوري، بس ده مش فول كفرج. خليني اقرب شويه عشان اوريكم. لو شايفين الحته هنا التجويف ده معناه ان الكونسيلر مش فول كفرج، ما دراش الهالات اللي عندي، فهو بس ميديوم كفرج. هضطر احط طبقه تاني عشان خاطر اعلي الكفرج. بس احط هنا على الحته اللي انا محتاجه فيها تغطيه زياده. وعادة انا بدمج اي كونسيلر عندي بدمجه بالسبونج، مفيش اي حاجه جديده انا بعملها هنا. هو شكله على الكاميرا حلو، في الحقيقه مش وحش، هو شكله ناتشرال، شكله طبيعي، ما بيديش المات فينش زي تارت شيب تيب عشان ابقى صريحه معاكم. لو انتوا واخدين بالكم كمان باين في الكاميرا في زي لمعه صغيره كده، فمدي شكل طبيعي، شكله صحي. مش هثبت الناحيه دي خالص، هبتدي اخلص تحت عينيا ونرجع نشوف الباودر ونرجع نشوف الكونسيلر هل فعلا ما بيخططش ولا لا. انا كل ده ما ثبتش لا تحت عينيا ولا وشي، مستنيه شويه لما يثبت واشوف اذا كان فعلا هيخطط ولا لا. لغايه لما يثبت شويه خلينا نفتح مع بعض الباودر ونشوف شكلها ايه من جوه. الباودر نازل منها 8 درجات، دي الرقم
2 او الباودر اللي بعد الاولانيه على طول، الرقمي فيها بنانا. شكل الباودر من جوه شكلها لكجوريوس جدا، يمكن شكلها شيك جدا، يمكن اكتر كمان من الكونسيلر. بحس ان في بوكيت كده من جوه، شايفين؟ دي حركه ذكيه جدا من الشركه. شايفين الحته البلاستيك دي زي سيفتي كاب؟ طيب ده عباره عن زي حاجه بلاستيك بتحطيها عشان خاطر تمنعي ان الباودر انها تبهدل الدنيا. حركه ذكيه جدا وبصراحه عجبتني، انا كبهير انبهرت. الكميه هنا 28 جرام وده تقريبا الستاندرد برضو بالنسبه للباودرز. الريحه بتاعتها فيها زي ريحه فانيليا، ريحه كب كيك، حاجه كده بس خفيفه خالص، انا مش متضايقه منها. واو، الباودر ناعمه جدا، انعم من لورا مارسيه. كام دقيقه كده، خليني اشوف الكونسيلر عامل ازاي. لو انتوا فاكرين احنا عملنا العين اليمين الاول، شايفين الكونسيلر استقر وخطط جدا تحت عينيا وانا لسه ما كملتش غير 3 دقايق مثلا ولا حاجه. شايفين هنا الموضوع صعب رغم ان دي العين التانية اللي انا عملتها مش الاولانيه. شايفين الكونسيلر طلع بيخطط، ودي تاني حاجه هم قالوا عليها انه بيخططش وما مش لازم يتثبت، وطلع بيخطط ولازم يتثبت. حاجتين من 3 قالوا ان هو بيعملها وهو لغايه دلوقتي ما بيعملهمش، فاملنا ان هو يقعد لغايه اخر اليوم، واملنا ان هو يبقى سويت بروف فعلا وان هو يبقى مضاد للعرق. طيب انا كل اللي انا هعمله، دي نصيحه مهمه جدا، قبل ما تثبتي الكونسيلر بتاعك دايما تعدي كده بالاسبونجه عشان خاطر الوضع اللي انت هتثبتي عليه الكونسيلر هيفضل معاكي لغايه اخر اليوم. مش هعمل بيكنج ولا حاجه لاني عايزه اشوف الباودر التاثير بتاعها. المفروض ان الباودر بنانا المفروض بتديني البرايتنينج افكت. حاسه اني انا لما حطيت على الكونسيلر قللت البرايتنينج بتاع الكونسيلر، حاسه ان انا تحت عينيا نفس لون وشي، وده مش المفروض يحصل. متهيألي المفروض ان يحصل عكس، ان الحته دي تبقى هايلايتد اكتر. معرفش اذا كان الكونسيلر هو اللي بيتاكسد ولا الباودر غامق عليا. هي مش وحشه بصراحه، هي حلوه لكل يوم، لكن لو انا عايزه ادي البرايتنينج افكت بقى محتاجه باودر تكون درجتها اعلى مني. لان انا كمان عايزه اجرب الباودر كبشره دهنيه، فانا هثبت بيها وشي كله فرشه فلافي واحط وافض الباقي وابتدي اثبت بيها وشي كله. ما طلعتش فاتحه زي ما انا تخيلت، انا كنت متخيله انها تبقى فاتحه قوي زي ما كان موجود في الاسواتش. شايفين فاتحه ازاي؟ بصراحه حاساها ترانسلوسنت عليا لسبب ما. المسامات الى حد ما شكلها واحد في الناحيتين. انا غيظني قوي ان الكونسيلر مش فول كفرج، انا لسه شايفه غمقان في الحتت التجويفات دي، مضايقاني قوي. بس اوكي، شكلي ان انا هروح لميك اب شكله ناتشرال اكتر او حاجه خفيفه اكتر. هروح اخلص بقيه الميك اب بتاعي وارجع لكم تاني. اوكي، ده الشكل النهائي بتاعنا، ده الميك اب بتاعي النهارده. دلوقتي الساعه 10:15 وهنشوف الميك اب ده شكله ايه اخر اليوم. بس عايزه اقول ملاحظاتي دلوقتي قبل ما اقفل معاكم. الكونسيلر والباودر بصراحه حلوين قوي، انا مش شايفه ان في اي مشاكل خالص. بصراحه ملاحظه ان الباودر شويه عامله زي مينيمايزنج للبورز بتاعتي او مقلله البورز بتاعتي، ودي حاجه بصراحه عجباني جدا. انا عملت الميك اب بتاعي زي ما بعمله كل يوم، ملقتش اي مشكله خالص في دمج المنتجات، لا البرونزر ولا البلاشر ولا الهايلايت. استخدمت النهارده البلاشر والبرونزر الاثنين من نيكس، ملقتش اي مشاكل خالص، بالعكس شكلهم حلو. عايزه اقول حاجه، شكل بشرتي فلولس. الشكل العام الباودر مش وحش، صحيح ما ادتنيش البرايتنينج افكت، لكن كافكت على بشرتي انا شايفه ان هي لطيفه جدا. هاجيلكوا كمان كام ساعه كده نشوف الميك اب شكله عامل ازاي، الكونسيلر، الباودر، الدهون، كل الحاجات دي هنشوفها كمان كام ساعه، فاستنوا معايا الجزء اللي جاي. دلوقتي عدى تقريبا 8 ساعات، ده شكلي لسه راجعه من بره. طبعا مش عارفه باين على الكاميرا ولا لا، بس انا يعني اويلي في حتت كتير قوي. بس اللي عايزه اقوله ان تحت عينيا زي ما هو، ما خططش خالص وناعم وشكله سموث جدا. شايفين؟ سيبكم من الدهون والحتت اللي بتلمع كتير في وشي، بس بصي تحت العينين الكونسيلر والباودر الاتنين ممتازين، مش شايفه ان في اي تخطيط خالص لا هنا ولا هنا. الباودر مخليه تحت عينيا ناعم جدا، شكله ناعم قوي. بصراحه مش عارفه اذا كان الكونسيلر هو اللي حلو قوي وثباته عالي ولا الباودر هي اللي مخليه ثباته عالي، فاكيد هلعب بيهم اكتر. هجرب كونسيلر مع الباودرز اللي انا بحبها، واجرب الباودر مع الكونسيلرز اللي انا بحبهم، واشوف مين فيهم اللي عمل الكومبو ده. بجد في النهايه انا شايفه ان النتيجه حلوه. نيجي للوش، بما ان الوش هو اللي كنت مثبته فيه الباودر بس. زي ما انتم شايفين انا اويلي جدا في الحتت دي، عاده ده العادي بتاعي بعد 8 ساعات،
لكن مفيش حاجه مخططه. يعني انا بطلع دهون، بس لو تركزوا في الخطوط التعبيريه الفاونديشن مش مركز فيها. شايفه اي بقع او اي حتت جافه في وشي، الفاونديشن لسه في وشي لحد ما شكلي مقبول. يعني انا لو بس عملت بلوتنج باي بودره عندي موجوده بس على التي زون هتلاقي وشي رجع تاني مطفي. يعني مثلا خليني اوريكم، يعني لو انا مثلا جبت باودر زي كده، انا بجرب حاليا الباودر دي من اسنس، دي مفروض ان هي بتعمل لي مات. لو انا بس جيت باي باودر وعملت كده فوالا كاني لسه حاطه ميك اب حالا. لو هما الاثنين هستخدمهم هيدوني الكومبو ده. انا شخصيا مبسوطه جدا. في اخر الفيديو هكلمكم سريعا على انطباعي الاخير عن الباودر وعن الكونسيلر. ابتدي الاول بالكونسيلر. الكونسيلر في حد ذاته مش وحش، لكن اللي ضايقني في الاول هم قالوا ان هو يبقى فول كفرج، وقالوا ان هو ما بيخططش، مش محتاج تثبتيه، لكن حلو قوي وشكله مش مات، فينفع قوي يدي زي حاجه صحيه تحت العين، فممتاز ليومي. انا شايفه ان انا هستخدم الكونسيلر ده يومي. لو هنيجي للباودر، الباودر من الحاجات اللطيفه جدا اللي عجبني كل حاجه فيها. عجبني الباكجينج بتاعها، عجبني السيفتي كاب او الايد اللي هم حاطينها. شايفين مفيش اي باودر بتنزل خالص، لازم انا افتحها باحكام. دي من الحاجات اللي بصراحه زودت النقط بتاعتهم عندي، لان كام مره افتح الباودر والاقي الديسك بتاعي كله باودر. غير ان انت لو مسافره او بتتنقلي كتير هتحتاجي حاجه زي كده. شكلها لطيف، شكلها غالي، المكون اللي جوه لطيف قوي. يعني رغم ان انا قعدت بالميك اب 8 ساعات الفاونديشن لسه زي ما هو، مخططش، لسه شكله ناعم، شكله حلو. وخصوصا المنطقه اللي تحت العين، هل ارشحهم ولا لا؟ الباودر 100% ارشحها. الكونسيلر محتاجه العب معاه شويه ومحتاجه اجربه مع حاجات تانية، لكن كمنتجات جديده لطيفه جدا. اوفرول اديهم كام من 10؟ انا شايفه ان الكونسيلر هديله 8 من 10، والباودر هديها 9.5 من 10. النص بس ده لان كنت اتمنى ان هي تبقى افتح من كده شويه. المفروض ان هي بنانه، المفروض بتنور تحت العينين شويه. حسيت ان هي لا، نفس لون بشرتي، هو ده بس نص درجه اللي فارق، لكن كل حاجه بعد كده عجباني فيها. بس كده ده الفيرست امبريشن بتاعنا. اتكلمنا عن حاجات كتير النهارده. ايه رايكم نخلي النهارده الايموجي البنت اللي قص شعرها؟ هطلعه لكم دلوقتي على الشاشه، اللي هو شعرها اسود. حاسه ماشي مع الحاله اللي انا فيها النهارده. بس كده، واكتبوا لي في الكومنتات ايه رايك في المنتجات دي، لو انت جربتيها ولا لا، عجبتك ولا لا، ناويه تشتريها ولا لا. بس كده، هو ده الفيديو بتاعنا النهارده، واشوفكم بخير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. باي باي.